السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حبيباتي، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من هذه الأيام ويرحم شهداء غزة وشهداء سوريا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب يا رب والنصر القريب. غالياتي، اليوم هو يوم جمعة، وهو بالنسبة لنا سيد الأيام كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام: في يوم الجمعة خلق آدم، وفي يوم الجمعة أيضا قبض آدم. أيضا فيه النفخة وفيه الصعقة، أي يوم القيامة يكون يوم الجمعة. الحسنات فيه تتضاعف، فقد ما فيكم كتروا من حسناتكم يوم الجمعة. صراحة أنا اعتدت بيوم الجمعة على الحرص على 3 أعمال بعملها بشكل دائم. أول عمل هو قراءة سورة الكهف، ممكن نقراها من أذان الفجر حتى أذان المغرب يوم الجمعة. بحرص أني أقرأها كثيرا، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عنه كمان وفضل قراءتها يوم الجمعة أنها تنير ما بين الجمعتين. وكمان في أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من حفظ أول 10 أو آخر 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. طبعا يعني ولازم نتدبرها، لأنه سبحان الله فيها قصص كتير وفيها مواعظ كتير وفيها عبر كتير، فكتير حلو أنه نقرأها ونتمعن بكلماتها ونقرأها كما أنزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام تماما. كمان من الشيء اللي بحرص عليه يوم الجمعة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي في كل الأوقات مستحبة وجيدة وجميلة، ولكن يوم الجمعة بما أنها تتضاعف الأعمال وتتضاعف الحسنات، فلذلك بحرص كتير أنه يعني صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام حسب ما أستطيع، يعني مع أذكاري العادية الدائمة، ولكن أحرص على الزيادة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بهالأوقات هاي، لأن أوقات مباركة ويوم مبارك عند المسلمين جميعا. أيضا يوم الجمعة أتحرى ساعة الإجابة، واللي هي غالبا تكون ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، ففيها يستجاب الدعوات بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول يا رب العالمين. فأكثروا من الدعاء ما بين العصر والمغرب، إن شاء الله تستجاب كل دعواتنا، وخصوصا في هذه الأيام العصيبة يعني النازلة على الأمة الإسلامية. سبحان الله، اللهم يا رب العالمين نسألك الفرج القريب يا الله. واليوم حبيت شارككم بمواد التنظيف اللي اعتمدتها من بعد المقاطعة للمنظفات ومواد التنظيف اللي هي ما معنى يعني، فلذلك في بدائل جيدة وجميلة جدا، وعم فرجيكم كيف في بدائل كتير من المواد اللي كنا نستخدمها من قبل. أكيد موجودة في كل البلاد العربية، وأكيد في بدائل بكل البلاد العربية، ولكن هذه البدائل موجودة عندنا بالإمارات. يعني أنا صراحة اتسوقت من جراند الإمارات، ورح فرجيكم شو هو. هيدا مثلا هو معطر لكل أنواع، يعني معطر لكل شيء، للملابس، للأرضيات، لكل شيء. كمان هيدا بديل عن الفيري، هو كمان للجلي يعني، وشركة أردنية أعتقد، وهيدا كمان شركة أردنية بلمع بنظف أرضيات وهيك أشياء. وكمان هيدا العملاق كمان شركة أردنية، كمان هذا مختلف أشياء يعني بنظفها، مثلا غاز، أرضيات، أشياء كتير. كمان جبت عبوة كبيرة من الخل، بدي اعتمده مشان ملمع للإزاز وهيك شي. اليوم بدي شارك معاكم خبز العدس. حاطة هون 3 أكواب من العدس، ضفت لهم 3 أكواب من الماء نفس هيدا، ضفت معلقة تقريبا كبيرة من الملح، وضفت كمان معاهم كمون، معلقة كمون، وكمان ضفت كركم حوالي نص معلقة، وحطيت بدي اخلطهم هلا تماما. انا طبعا مثل ما قلت لكم المره الماضيه كنت ناقعه العدس من قبل بليله، وتأكدت لما مسكت الحبة وانقسمت معي انه صارت تمام. طبعا بتقدروا تخلطوها بأي طريقة ان كانت، المهم توصل للقوام الناعم جدا جدا.
بسخن مقلة التيفال على نار عالية يعني، وبعدين بدهنها بطبقة من الزيت، بعدل شوي بقوة النار، وبعدين راح أبدأ أخبز الخبز مثل ما شايفين بهالمقدار، تقريبا ربع كوب كل يعني كل قرص من الخبز تقريبا شي ربع كوب او اقل بشوي. بفرده بهالشكل بالمقلة حسب الحجم الرغيف اللي انتو بدكن اياه. انا حبيت يكون بهالشكل يعني بهالمقدار كافي جدا. وبتركوا بقى هون في صبر، الصبر اهم شيء بالخبز، وانه تكونوا تسدوا المسامات اللي عم تطلع جوات الخبز حتى ينفخ. اذا ما سديتوها مثل ما انا عم بعمل ممكن ما يرفخ يعني الخبز يضل لازق ببعضه. فأهم شيء انكم تسدوا مثل ما شفتوا بالمعلقة، مثل ما أنا سديت المسام حتى يبدأ ينفخ. وهيك بحاول بس لينشف شوي الوجه تبعه، بحاول اقلبه على الوجه الثاني، وهيك كمان بسد المسامات من الجهة الثانية مثل ما شايفين، وبضغط عليه بالمعلقة بهالطريقة هاي حتى يعني ساعد الرغيف انه ينفخ. بضل مستمرة هيك. وطبعا مثل ما قلت لكم بهالطريقة هاي بدها صبر كتير وبدها وقت. انا عم بقلبه بطريقة هيك بالمقلة، منقلبه من جهة لجهة حتى يبدأ يرفخ معنا شوي شوي. وشوفوا بلش يعلى مثل ما شايفين ويرفخ معنا. لما بيرفخ من جهة بضغط بالمعلقة حتى ينفخ من جهة أخرى لحتى يستوي تماما من الجهتين. بقلب أكتر من مرة وبيكون وصل للقوام اللي أنا بدي إياه وللاستواء المناسب. وحقيقة بعد التجربة الخبز رائع جدا، طيب جدا، وطعمته رائعة، وحتى باستعماله مع الأكل كان كتير كتير كويس. اعتمدوه تماما، أنا بعتمد كمان خبز الشوفان إن شاء الله كمان بشارككم فيه. مثل ما شايفين عم بضغط عليه من الجهتين بهالشكل وعم ساعده لحتى يرفخ. ومثل ما قلت لكم صبر وطولة البال لحتى يوصل للمستوى أو درجة الاستواء المناسبة. طبعا هذا الخبز اللي بيميزه انه بروتين عالي، كمان ما في جلوتين ابدا، جلوتين ما في فري. وكمان مشبع جدا، مغذي، وبيساعد الناس اللي عندهم حساسية الجلوتين او عاملين مثلا دايت معين او ما حابين يزيد عندهم الأنسولين بطريقة عالية. فهيك نوعيات بتكون أفضل من الطحين العادي أو حتى الطحين الكامل. ومثل ما شايفين هيك عملت 10 أرغفة، وشوفوا كيف لما بدي افتحه بينفتح بكل سهولة. وبتقدري تعملي منه مثلا ساندويشة أو شي. وهلأ رح فرجيكم شارككم كمان عملت فطور وفرجيكم كيف استعملته وكيف طلعته من الفريزر بعد ما ضبيتهم. رح اضب هلا كل 5 أرغفة مع بعض وضبهم بالفريزر بهالشكل، بشكل يسهل علي فتحهم وقت اللي بدي. طبعا انا عم بستعمله انا وزوجي وكتير مبسوطين عليه. مثل ما شايفين ضبيت كل 5 مع بعض، غلفتهم منيح وبحطهم بالفريزر، بيضلوا فترة طويلة كتير. ولما بيخلصوا كمان ضل عندي من الخليط، حطيته ببيركسة وغلفته وحطيته بالفريزر. هيدا انا عامله بيض اليوم، عملت بيضتين خفقتهم منيح، وهلا رح احط لهم الملح والبهار وارجع اخفقهم، وبعدين رح احط لهم زيت زيتون شوي مثل ما شايفين. بخلطهم منيح، وبعدين بكون محماية المقلة كمان التيفال، ورح نزلهم بهالشكل. وهلأ بس يبلش شوي من تحت يستوي رح اضيف الخبزة بهالشكل على الوش، وبتصير بتلزق بالبيض، وبقلبها على الوش الثاني وبصبر عليها لحتى تستوي منيح. وهيك بتكون احلى وجبة فطور غنية بالبروتين، مغذية ومشبعة، وخصوصا اذا عم معتمدين انتو على الصيام المتقطع مع شوية خضار منوع اللي انتو بدكن اياه. احلى فطور والف صحة وهنا على قلوبكم. بهالشكل بتقدروا
تصبروا يعني فترة طويلة بدون وجبة تانية، لأن الوجبة غنية جدا ومشبعة وما بحاجة لتاكلوا. أقل شي بدكن 4 5 6 ساعات لحتى تقدروا تاكلوا الوجبة التانية. هون كمان رح شارككن مثل عصير منقي بيساعد الكبد انه يعني يتجدد، وكمان بينقي الكبد جدا. اول شي حطيت كيوية، وبعدين حطيت شمندر، وكمان قصيت جريفون. ممكن تحطوا اي نوع تاني مش شرط الجريفون يعني من الحمضيات. قطعتها بهالشكل، وبعدين راح ضيفها على الخليط. كمان من الاشياء اللي كتير مفيدة وكمان بتعزز المناعة، مضاد أكسدة هالخليط هيدا. هلأ عم ضيف ليمونة حامضة الخضرة، رح ضيفها بقشورة، قطعها بهالشكل. طبعا أنا عم بقطع بس لسهل الخلط. وكمان فينكن هلأ وقت الخلط تستعملوا أي نوع شي بدكن إياه تقدروا تخلطوا فيه، ممكن خلاط ممكن أي شي. هون الليمونة الصفرة كمان عم بقطع وحدة بشورة، لأنه القشر كتير فيه فائدة فوق ما تتصوروا، حتى يمكن أفيد من الليمون. على فكرة لازم تستعجلوا وانتوا عم تعملوا هالخليط عشان ما يفقد فيتامين سي. هلأ هون في كرافس، قطعت كمان عودين كرافس، وهيدا زنجبيل، حبتين من الزنجبيل كمان قطعتهم بهالشكل وحطيتهم مع الخليط. استعجلوا حتى لا تروح فوائد الفيتامين سي الموجودة وتحطوها بالفريزر مباشرة. هون ضفت النعناع حتى يعطي طعمة طيبة، وكتير فعلا طلع طيب قد ما قلت لكم. بعد ما أنا خلطته بهالشكل، كان هيك قوامه هيك كان. ضفته على مكعبات عبوات مكعبات الثلج، يعني أخذ ما شاء الله يعني هالكمية أعطتني كتير من المكعبات. وطبعا حطيته بالفريزر من فوق، وزبطت طبعا شكله بشكل يطلع مكعبات. كمان عبيت بالأشكال التانية ومباشرة على الفريزر. بتركوا بقى ممكن يوم كامل، ممكن كذا ساعة بالمقدار اللي انتو بدكن اياه، وممكن تفضوه بعدين وتحطوه بأكياس او تتركوه هيك بالقوالب. بس انا بفضل انه تحطوه باكياس احسن واسهل لإلكن، لانه خلص اخذ الشكل اللي انتو بدكن اياه. ولما بدكن اياه مثل ما شايفين انا طلعت شي 4 5 قوالب من هالخليط، وضفت عليهم شوي من عسل طبيعي. طبعا احرصوا دائما ان تكون الاشياء طبيعية. ضفت عليهم رشتين من القرفة، كمان القرفة فوائدها رهيبة وبتساعد على عملية الأيض. كمان حركتهم بشكل منيح كتير. ضفت المي طبعا وشربت منه، طلع رائع قد ما قلت لكم طعمه طيب. هلأ كمان بدي شارككم سناك، او ممكن تقولوا بدل الحلويات اللي عم ناكلها كلها ضرر ومشاكل وزبدة وسكر وهالاشياء. لما بتشعروا حالكم انكم انتو محتاجين لشي حلو ممكن تستخدموا هالطريقة. بعد بس شي بسيط كتير، نقعت المجففات بالمي الباردة وتركتها على جنب. قطعت موزة بهالشكل وضفت عليها رشة من جوز الهند المبروش. ضفت عليها شوي صغيرة من رقائق الشوكولا الدارك. بعد ما نقعت تمرتين يعني قطعتهم، وقطعت كمان المشمش المجفف، وكمان رح ضيف الزبيب مثل ما شايفين بهالشكل. وهيك صارت الحلو جاهز تماما عنا وكتير طيب. ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم. سلام عليكم.